صافي. معاوية رمى عائشة في حفرة بعد هي الله. ألقاها في حفرة وماتت عائشة. نعم، معاوية الذي قتل عائشة في كتبك. روح راجع كتاب الطبقات الكبرى للإمام ابن سعد. أنا إيش ما حطلعك راح تقول مش ثابتة، بس أنت ما قاري، ما مطلع. أمر بقتل محمد بن أبي بكر. يعني لكن حتى يعني حتى ربي نصرهم، يعني فتح البلدان حق هذه حقيقة يعني على الأرض. أقول لك إذا على فتح البلدان كان هم ظلموا رب، أقول لك الله يخليك، يعني ربي ما نصرهمش، كان هم ظلموا. لا ما لها يعني هم عندهم أخطاء الحق. بس واحد شوي، لا تغفل. مو انت لين متعلم على السيف؟ معلمينكم على السيف. فتح تعتبر الحروب الانتصار هو هذا نصر انتهى. اقول لك هتلر، هولاكو، جنكيز خان، شو سيطروا على العالم هذول؟ هم الله نصرهم؟ ها؟ هولاكو، هتلر، جنكيز خان، تايمور لينك، المغول، التتار، البوهيين، دول سيطروا على العالم، هم الله ناصرهم؟ يا هذوكم كفار، هذوكم يعني. إذا الاستحواذ على الدول لا يعني الله نصرهم. إذا السيطرة على الدول لا يعني الله ناصرك. شنو سيطرة على الدول؟ تقتل بالعالم أنت بالأبرياء. اعطيني وين النصر بقتل الحسين بن علي؟ اعطيني وين النصر بقتل ابن بنت رسول الله؟ وين هالنصرة؟ برمي الكعبة بالمنجنيق. هسه ما تحترمون الحسين، عوف الحسين رمز للروافض، بيت الله ما تحترمونه. رمي الكعبة بالمنجنيق من قبل بني أمية، شنو تفسره للعالم؟ ايه انا قلت عندهم اخطاء الحق، يعني عندهم لا مو اخطاء بسيطة، هاي اخطاء معناتها بيها وجه التسامح وغض النظر. هتك حرمة بيت الله، لا تسولف لي خطأ، هذا مو خطأ بسيط، هذا هتك حرمة بيت الله، تحدي لله كما تحدى الطواغيت بيت الله. انت لا تحاول تخفف لي الخطأ او تلمع الخطأ او تجعل الخطأ بكل برود. لا تتفاعل مع الخطأ، ولكن تتفاعل مع انجازهم اللي تعتبره انجاز. فتحوا البلدان، نشروا الاسلام. الخطأ هذا خطأ، هذا بسيط. لا تصعد مقام الإنجاز على أنه إنجاز وهو ليس بإنجاز، بخامة صوت مختلفة، والخطأ توطئه حتى تلمعه وتخففه على المستمع كما في علم النفس، وهذا لن يكون معي أبد. الخطأ هذا خطأ طبيعي، لو خطأ يوجب النار الذي يهتك بيت الله.